صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل على احلى متابعين في الدنيا. النهارده جولتنا من الدخيله. طبعا احنا دلوقتي في الدخيله والماكس، وطبعا ده الفنار. بصوا زي ما انتم شايفين الفنار، طبعا ده معروف. طبعا ياما تصور فيه افلام وياما تصور فيه مشاهد. شايفين الفنار، شايفين المية والصيادين. طبعا الماكس معروفة بالسمك طبعا والجمبري، وهنشوف حاجات كتير النهاردة زي ما احنا شايفين. بصوا ادي الفنار وجماله. بصوا طبعا شفتوه في افلام كتير. الفنار طبعا هنا الماكس، منطقة الماكس، وهنخش دلوقتي نشوف الصيادين والسمك وهنشوف حاجات جميلة. طبعا في الماكس زي ما احنا شايفين. ادي طبعا هنا الماكس بتبدأ بالفنار والمنظر الجميل ده اللي احنا شايفينه. وهنا دي طبعا كافيتيريا او كافيه زي ما احنا شايفين. بصوا وهنا المية، البحر قدامنا، وهنشوف بقى الصيادين والسمك. حبايبي المتابعين، النهارده جولتنا جولة جميلة في منطقة الماكس في اسكندرية، وهنشوف السمك واسعار السمك وهنشوف حاجات كتير. خليكم معانا، جولة جميلة. وادي بدأناها منظر بصراحة مش قادرة اقول لكم. تعالوا يلا بقى ننزل تحت ونشوف ايه اللي بيجرى تحت. بصوا الجمال، الله. بصوا سامعين صوت المية والمراكب. دي مراكب طبعا الصيادين بيجوا بقى. بصوا الجمال. السلام عليكم، ازيكم؟ ايه في السمك دلوقتي ولا ايه؟ ايه؟ في السمك؟ جابوا ساعة. ما نزلوش النهارده؟ جابوا سمك ولا ايه؟ لا، نزل الصبح بدري بس جابوا حاجات بسيطة. ما جابوش سمك يا يعني مفيش سمك بيتباع مش دلوقتي؟ عايز سمك؟ اه طب تيجي تنزل معانا؟ اه طب فين اللي قاعدين بيبيعوا دلوقتي؟ قدام؟ عادي. قدام. السلام عليكم. ايه يا حاج، ازيك؟ سمك ده اللي معاك ده ولا ايه؟ سمك ايه؟ بكام ده؟ بكام؟ صغير بس. صغير ليه؟ عشان النوع؟ بكام يا حاج؟ جميل ده، طازة ده. والصغير ده بكام؟ بكام؟ طيب ماشي. مفيش كبير تاني؟ اه كلهم على بعض يعني دول ولا ايه؟ عايزاهم على بعضيهم؟ بكام كلهم على بعض؟ يا حودة! يا حودة! ياما دول يجوا، ياما دول ولا ايه؟ ها؟ يجوا قد ايه دول؟ 8 كيلو. لا ياما 8 كيلو. خد على قد. ماشي طيب. يا حودة! ما اشوف هيدوم. منطقة بيطلق عليها منطقة فينيسيا المصرية. طبعا هنا في المكان دوت كان في منازل من ناحيتين. طبعا المنازل دي اتشالت، وكانوا السكان بيروحوا المنازل، بيركبوا المراكب اللي احنا شايفينها دي، وبيقفوا قدام كل بيت او بيتهم وبينزلوا ويروحوا. طبعا هم شالوا المساكن دي وبنوا لهم مساكن جنب المكان دوت. طبعا كل البيوت دي اتشالت، وكانوا بيطلقوا على المنطقة دي منطقة فينيسيا.
طبعا في المنطقة دي كمان في حدث كبير جدا، هو اختلاط المية المالحة بالمية العذبة. طبعا السبب ان ترعة المحمودية بتصب طبعا على البحر، فده طبعا دي مية ترعة المحمودية، ومية ترعة المحمودية مية عذبة، ومن الاتجاه التاني طبعا البحر، فبيختلط الماء العذب بالماء المالح. هنا بقى بينتج ايه؟ بينتج طبعا السمك البلطي اللي اجمل سمك في اسكندرية، في النقطة اللي احنا شايفينها ديت. وهنطلع ونشوف المكان من فوق، وهنشوف اختلاط المية المالحة مع المية العذبة. طبعا واحنا ماشيين بنقابل بياعين السمك زي ما احنا شايفين. منطقة المكس عامة كلها طبعا أسماك وصيادين وبياعين سمك، طبعا أغلبها صيادين. كل صياد عنده المركب بتاعته الصغيرة، بيروح يصطاد بيها ويجيب رزقه وبيبيعه للبياعين زي ما احنا شايفين، والبياعين بيقعدوا بيه على الطريق. طبعا احنا هنطلع فوق زي ما احنا شايفين في الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه ده. او هنا بقى شايفين اختلاط المية العذبة بالمية المالحة. طبعا المية العذبة بتيجي من ترعة المحمودية من تحت الكوبري زي ما احنا شايفين، بصوا، وبتعدي من تحت الكوبري دوت وبتمشي على البحر. هنا بيختلط المية المالحة بالمية العذبة. طبعا الصيادين بيعدوا بالمراكب بتاعتهم من تحت الكوبري وبيروحوا يصطادوا في البحر. هنا بقى المنطقة دي كلها كانت بيوت، شايفين المساكن اللي فوق دي المساكن بعد ما هدوا البيوت اللي كانت على الصفين زي ما شفناها في فيلم بلطية العايمة. طبعا اتهدت البيوت دي لأنها ما كانتش آمنة، وكانت بيوت دايبة، وكانت بيوت طبعا مهددة أصحابها إنهم يقعوا طبعا البيوت كلها، فهي تم الإزالة وبنوا لهم المساكن اللي فوق دي ونقلوهم كلهم فيها. طبعا أغلب الناس اللي كانت ساكنة في البيوت دي كلها الصيادين. كان الصياد بياخد المركب بتاعته قدام بيته وبيعدي، ما بيعرفش يوصل للبيت إلا بالمركب، فطبعا ما كانش مكان آمن، عشان كده شالوا البيوت دي وبنوا لهم مساكن زي ما احنا شايفين. هنا بقى شايفين قوة المية واختلاط المية. طبعا اختلاط المية العذبة بالمية المالحة بيعمل تيار جامد زي ما احنا شايفين. لا مش بحبها، مش بحب. مين معاه؟ بجد؟ اه اه ماشي، هروح اشوف النهارده زي ما احنا شايفين. بصوا ادي الفنار وجماله، بصوا طبعا شفتوه في افلام كتير. الفنار طبعا هنا الماكس، منطقة الماكس، وهنخش دلوقتي نشوف الصيادين والسمك وهنشوف حاجات جميلة طبعا في الماكس زي ما احنا شايفين. ادي طبعا هنا الماكس بتبدأ بالفنار والمنظر الجميل ده اللي احنا شايفينه. وهنا دي طبعا كافيتيريا او كافيه زي ما احنا شايفين، بصوا. وهنا المية البحر قدامنا، وهنشوف بقى الصيادين والسمك. حبايبي المتابعين، النهارده جولتنا جولة جميلة في منطقة الماكس في اسكندرية، وهنشوف السمك واسعار السمك وهنشوف حاجات كتير. خليكم معانا، جولة جميلة.
وادي بدأناها بالفنار في الماكس والمنظر الجميل ومنظر البحر ومنظر المية. بصوا الجمال، بصوا المنظر. طبعا الفنار ده لا ليه تاريخ، ليه حاجة كده ايه مش قادرة اقول لكم بقى، يعني طلع في افلام كتير وتصور في افلام كتير زي طبعا ما احنا شايفين. والفنار ليه ممشى، بصوا شايفين الممشى بتاعه لغاية الفنار جوه. بصوا بصوا المنظر. وهنا بقى ايه صخرة في وسط المية واقفين عليها الصيادين بيصطادوا. بصوا المنظر، منظر روعة. خليكم معانا النهاردة، جولتنا جولة جميلة من الماكس وهنروح بقى الدخيلة ولفتنا لفة جميلة. خليكم معانا زي ما احنا شايفين. بصوا المية، بصوا المنظر. هنا بقى السمك بيتباع بقى طازة وجميل، مش قادرة اقول لكم. طبعا الماكس معروفة في اسكندرية، الماكس والدخيلة. وطبعا بنبقى داخلين على العجمي طبعا البطاش والهانوفيل. بصوا المنظر، بصوا الجمال. هنا بقى اكترها منطقة صيد. يلا بينا نروح حتة تانية ونشوف مكان تاني، خليكم معانا.